قصة إمام عاشور. بصوا يا جماعة، بمنتهى الهدوء كده وببساطة، مفيش حاجة اسمها قيم ومبادئ في كرة القدم. الموضوع كله معتمد على احتياج النادي للعيب. والله النادي الأهلي محتاج اللعيب هيخليه، النادي الأهلي مش محتاج اللعيب هيمشيه. الموضوع لا ليه علاقة لا ليه علاقة بالتربية، ولا ليه علاقة بالقيم، ولا ليه علاقة بالمبادئ. فريق كرة القدم مش حضانة جاي حضرتك تربي فيها لعيب. فريق كرة القدم هو جهة استثمارية حقيقية، باللي عايزاه واللي محتاجاه بتخليه، اللي مش عايزاه واللي مش محتاجاه بتمشيه. لو اي واحد او اي فرد في المنظومة الاستثمارية هيضر المنظومة بشكل عام هيمشي. اي فرد داخل المنظومة هيتجاوز القواعد اللي محطوطة في المنظومة هيتعاقب بالعقوبات اللي موجودة في هذه المنظومة. ده ملخص الموضوع. موضوع لا ليه علاقة بقيم ولا مبادئ ولا اي حاجة من الحاجات اللي بتتقال دي. هي مشكلة بس ان ممكن يكون شوية كده ادارة النادي الاهلي في موضوع عبد الله السعيد حبت تداري على الفشل اللي حصل وان افضل لعيب فيها هيمشي، فاتكلمت على موضوع القيم والمبادئ والحاجات اللي زي كده. لكن مختصر الموضوع، الاهلي ولا غير الاهلي بيدور على مصلحته. والله مصلحته في لعيب كوره هيفيده هتجيبوه، مصلحته في لعيب كوره او في لعيب كوره مش هيفيده هيمشوه. والله لو جه لعيب كوره مؤدب ومحترم واخلاق و... وقمه الاحترام وما بيفيدش النادي ككوره هيمشي. جه لعيب يعني اخلاقياته مش تمام قوي وفي نفس الوقت هيفيد الفريق وهيكون ليه اثر كبير ليه هيبقى موجود. ده ملخص الموضوع. بس ما حدش بقى يتكلم على القيم، محدش يتكلم عن المبادئ والكلام الكتير ده.